كنا زي اليومين دولت كل سنة بنحاول نخرج نجيب متطلبات الشهر الكريم، كل سنة وانتم طيبين. لكن النفس مسدودة، مفيش يعني الناس هتجيب المتطلبات دي منين وازاي؟ اللي كانت حاجات بتيجي ب1000 جنيه هتيجي دلوقتي ب4 و5. هما فين بقى ال4 و5 دولت؟ زودتوا، الحكومة زودت الموظفين 1000 جنيه، كويس أوي والله، بس هو ال1000 جنيه ده يكفي ايه ولا ايه؟ عمري ما شفت الأسعار في مصر بتزيد 5 أضعاف، ممكن تزيد الضعف مثلا، إنما 5 أضعاف لكل سلعة، وأوقات كمان في سلع ما بقتش موجودة زي الرز مثلا. طيب العيش اللي بقى فيه أزمة، كل حاجة بقت فيها مشكلة، الناس بقى ماشية بتكلم نفسها من سوء الأحوال الاقتصادية. حرام، ليه ما فيش حلول للمشكلات بتاعت الناس اليومية دي؟ طيب حلينا، ادينا الموظفين 1000 جنيه يحلوا بيهم شوية، طب والعمال، طب والقطاع الخاص هيعمل ايه؟ هيزود منين؟ هيجيب ايه؟ يعني هيحلها ازاي؟ هيعدي الشهر ازاي؟ وبعدين ازود 1000 جنيه وتاني يوم ازود البنزين، طب ما الاسعار هتزيد برضو، واحنا لسه اسعار اصلا زايده بقالها شهرين ومولعه نار، مش زياده عاديه يعني، محتمله يعني الواحد يقدر يتحملها ويعديها زي ما كنا بنعدي. بقت صعبه قوي الدنيا يا جماعه. ليه ما فيش حلول اقتصاديه في مجال الزراعه والصناعه تقوم شويه؟ ليه مهتمين بس بالانشاءات؟ حلو، على عيني وعلى راسي، اعملوا انشاءات وحلو، بقالنا كتير بنعمل، بقالنا 10 سنين بنعمل انشاءات، كتر خير الحكومه، مش ممانعين، بس في مجالات تانية مهمه. النهارده بسال الراجل اللي بشتري منه بصل ب 17 جنيه الكيلو، بقول له ليه الاسعار زادت بتاعه البصل؟ قال لي عشان بيصدروه يا مدام. قلت له يصدروه ويجيبوا عمله صعبه وفي نفس الوقت يجوعوا الناس اللي جوه؟ طب ازاي ده منطق يا جماعه؟ ده منطق بذمتكم؟ يعني قولوا انتم. السلام عليكم.